السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في فيديو جديده ووصفه جديده. قبل ما نبداو الفيديو تاعنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله. كما راكم تشوفوا اليوم راح نشارك معكم اول حلويات العيد لسنه 2025 اللي هي هذه الهليلات اللي راهم دايرين حاله في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني منين ندور نلقى هذا المول اللي راه داير يعني ضجه كبيره. بسم الله نبداو الوصفه تاعنا. هنا في ريسيبي حطيت 250 غرام مارغرين بدرجه حراره الغرفه يعني تكون طريه. زدت عليها 4 مغارف كبار سكر كلاصي يكون مغربل. زدت حبه بيض كامله وصفر. نخلطهم بيان بالباتور ولا بالفوي. انا في دقيقه 90 دارها بيا الباتور ما حبش ينوض. حركت بالفوي من بعد بديت نلم بيدي. زدت عليهم مغرف لافاني ونبدا نطم فيها في يدي. يعني نزيد بعد ما نتحصل على خليط كريمي هكذا نبدا نزيد الفرينه حتى نتحصل على عجينه طريه. النصيحه اللي نعطيها لكم ديما كي نحط لكم يعني وصفه الصابلي نقول لكم انه الصابلي ما يحبش يتعجن. الصابلي طميه غير بصبعتك هذا ما كان، وما تطوليش باش ما يخرجوش اليدام اللي يكونوا في العجينه. نطمو يعني تكوني خفيف ظريف ما تطوليش. كي نتحصلوا على عجينه طريه نحطها في كيس غذائي ونجيب المول تاعي اللي قلت لكم هذا العام العيد برعايه الهليلات هذو اللي راح يديروا حاله. ما شكيتش ندخلوا هذا العام كاش دار ما نلقاوش هذا الصبلي في الطابله. يعني راه داير حاله والله يبارك. النساء تاعنا يعني فنانات في الحلويات كل وحده اعطتها اللمسه تاعها الخاصه. هذا هو المول اللي راح نخدم به اليوم. راهم يدير السعر تاعو يعني 15 دينار الوحده، وكاين راهم يبيعوا 10 ب 48,000. نبدا نشكل فيها هكا عادي كيما نديروا لي تارتولات. المهم لازم تخدموا هذاك الوسط بيان بصبعكم باش يكون فراغ، لانه هذا الجاتو يجي فيه الحشو. يعني لازم يكون هذاك الفراغ في الوسط. راه موضح كلشي في الفيديو يعني كي تشوفوا هكا باين. كيما على بالكم مازال ان شاء الله على العيد. انا بديت الحلويات بكري باش نشارك معكم وتاخذوا فكره. رانا في الشتاء يعني ما راه الحل بيان بروده ماشي سخانه. في الصيف نخافوا الكاطو تاعنا يفسد، مي في البروده نورمال ما عندكم ما تخافوا. اللي حبت تبدا تقدر دير يعني وصفه في يومين ولا باش تنقص عليها ما يكونش عليها الضغط. كيما على بالكم السمانه الاخرى دائما تكون فيها الضغط تاع الميناج تاع رمضان تاع الكاطو اجري شري حوايج العيد. راكم على بالكم دائما السمانه الاخرى تكون فيها لا بريسيو بزاف. سي بوغ سا بديت هكذا نحط لكم الوصفات. ان شاء الله راح نكملوا السلسله تاعنا. المهم ما تبخلوش نتوما عليا بجام او كومونتير يكون محفز باش نكمل معكم للاخر ان شاء الله. هاي لك طريقه موضحه. راح نوريكم طريقه واحده اخرى باش يعني ما تخدموش بصبعكم برك. راح نوريكم واحد الطريقه دوكا تشوفوها سهله ثاني تخرج لكم هذيك الرشمه بيان واضحه. وانتم خلولي في التعليقات وقتاش تبداو الكاطو تاع العيد. انا مولفه ديما نبدا السمانه الاخرى. هاي لك طريقه واحده اخرى. جيبوا هنايا مرسو تاع ساشي يكون غذائي ولا بابي فيلم ونضغطوه هكا بطابع واحد اخر يعني بهذا المول نحطوهم فوق بعضهم. شوفوا الضغطوا يخرج لكم هذاك الشكل خير من صبعكم روعه. شوفوا انا نكمل هنايا نعمرهم كامل. بعد ما نكمل نعمرهم ندخلهم الفريجيدار يريحوا 5 دقائق. علاه هنا ندخلهم الفريجيدار باش يحكموا لي لا فورم تاعهم. كي ندخلهم للفوق الصابلي تاعي ما يهبطش يعني يقعد هو. بعد ما دخلتهم الفريجيدار خرجتهم ثقبتهم كامل بالفرشيطه ونحطهم في سنيوه اللي تدخل الفرن يطيبوا على 170 درجه. نطيبهم من التحت كي يتحمروا نشعلهم من الفوق. دوك تشوفوا كيفاش طيبتهم. انا طيبتهم حموره يعني خذوا واحد اللون ما شاء الله. انا الكاطو كامل نحبو يطيب احمر، ما نحبش الكاطو الابيض. نحس انه الكاطو كي يكون احمر الذوق تاعو يقعد يجي روعه. هاولي كيفاش طيبتهم. شوفوا كي نحطوا حبه فوق حبه الشكل تاعهم بسم الله ما شاء الله. هنا خليتهم يبردوا ورحت ندير الحشو. هنا بالنسبه للحشو انا استعملت الكابريس واستعملت كريمه البندق يعني كريمه تاع نوازات لا كريم نوازات. وانتم هنايا استعملوا واش تحبوا. شوفوا جهه يعني الحبه نص نديرها بالكريمه البندق ونص نديرها بالكابريس. انتم هنايا لكم الاختيار.
ماشي شرط انا درت الكابريز وكريمه البندق نتوما ديروا هذو. واش كان عندك متوفر في الدار؟ عندك شوكولا تختيني هذيك اوبتيلا ولا ماكسون تقدري ديريها. عندك المعجون يعني كونفيتور تقدري ديريه. الكراميل تقدروا ديروا هذاك الحشو المقرمش تاع الفايتين والشوكولا والمكسرات. تقدروا ديروا كاوكاو وتلموه بالشوكولا ولا بالمعجون، ولا ديروا قطايف، يعني الحشو يولي ليكم. تقدروا ديروها غير بالكابريز يعني من الجهتين. الحاجه اللي عندكم اللي ساعدتكم ديروها واللي تحبوها بيان سور. انا هنا حبيت ندير خليط يعني مزيج ما بين الكابريز وكريمه البندق، يعني عطاني واحد المذاق روعه. وزيد نحب كي نقسم الحبه الكابريز شتو كيفاش جعد هكذاك، سي بوغ سا درت الكابريز. بعد ما عمرتهم كامل هنا جات المرحله تاع الكلاصاج. هنا ذوبت شوكولا تختيني شوكولا عفوا بالحليب، ذوبتها في حمام مائي، زدت لها 200 غرام تاع شوكولا، زدت لها 3 مغارف كبار تاع الزيت، خلطت بيان مليح. كي تذوبوا الشوكولا في حمام مائي ما تجوش تقلاصيو بها ديريكتومون الكاطو تاعكم، خلوها تريح شويه، يعني مش هكذاك تكون سخونه، خلوها تريح شويه. علاه لو كان ديروها هكذاك سخونه الكاطو تاعكم يتشقق. مي كي تخلوها تريح شويه تقلاصيو بها. شوفوا هذيك اللمعه، هنا كنت نصور في الليل، يعني الضوء ما عطاتهاش حقها، جات ما شاء الله جات فيها واحد اللمعه روعه. الكميه هنايا خرجت لي 20 حبه، 10 قلاصيتهم هكذا يعني بالشوكولا سامب، و10 واحد اخرين زدت لهم شويه جوز كنت كسرته بيدي باش تعطينا هذاك الشكل لافوان تاع الفيريرو. هاي ليك زدت هنايا مغرف كبيره تاع جوز، نكون ماشي مطحون يعني ما يكونش فيه هذاك الفرينه، صفيوها يكون مكسر يعني بيدكم. ولا نكمل هنا نقلاصيهم كامل ونخليهم ينشفوا، من بعد نديرهم في الكيسات وتشوفوهم في صحن التقديم. صراحه واش نقول لكم يستاهل هذا الكاطو ديروه، وتقدروا كما قلت لكم الكلاصاج تبدعوا وتنوعوا فيه. ان شاء الله نوعدكم انه هذا المول مادام شريناه راح نحللوا دراهمنا، ندير بيهم يعني ندير به عده حشوات يعني مختلفه بالحشو، ونديروا كلاصاج مختلف ان شاء الله. يعني مش هذا الطابع ماشي هذا هي الكاطو الاولى ولا الاخرى اللي راح نديرها به. استناوني راح يكونوا يعني عده وصفات بهذا الطابع ان شاء الله. بعد ما نقلاصيه انا هذه هي الطريقه تاعي، نحط فوق البابي كويسون ولا نحط ساشي هكذا باش ما تلصق لكمش. انا من قبل كنت نقلاصي نحط فوق هذاك الكرياج هكا تاع الفوغ ولا هذاك سبيسيال باش نقطروا فيه الشوكولا، مي الكاطو تاعنا يلصق من تحت. وليت نستعمل هذه الطريقه فوق بابي كويسون ولا فوق النيلون، تتنحى الكاطو تاعكم بسهوله. خليتها بعد ما نشفت نقيتها بيا من تحت هذاك نحيت لها هذيك شوكولا زياده وحطيتها هنايا في الكيسات. كان عندي هذه تاع الصحه عيدكم بقات لي من العيد الكبير اللي فات، حطيتها كلمسه. شوفوا كيفاش جا بسم الله ما شاء الله. دوك نقسم معكم حبه تشوفوها كيفاش جات تعلك هذيك الكابريز. ان شاء الله تكون الوصفه تاع اليوم عجبتكم وتجربوها. هكذا نخليكم تكملوا الفيديو للاخير. ما عليا غير نقول لكم انا تهلاو فيا بلي جاموا لي كومونتير، نقول لكم بقاو على خير، صحه فطوركم وصحه سحوركم. نتلاقاو ان شاء الله في وصفه اخرى، يا رب. سلام.